مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غادي نكشف فيه على واحد المشروع الكبير اللي غادي يقلب الموازين في المغرب. واش كتعرفوا ان هذا المشروع غادي يربط مدن كبيره بسرعه اللي ما عمرها كانت في بلادنا؟ بقاو معايا حتى لاخر الفيديو باش تعرفوا تفاصيل وخبايا هذا المشروع الضخم وكيفاش غادي يغير حياتنا اليوميه. كنتمنى منكم ديروا اشتراك للقناه والاعجاب بالفيديو باش يوصل لعدد كبير من الناس. بالنسبه للخبر، المكتب الوطني للسكك الحديدية أسند الجزء الخامس من أشغال الخط فائق السرعة LGV اللي كيربط بين القنيطرة ومراكش لشركة GTR الفرع التابع لمجموعة كولاس الفرنسية بقيمة 2.2 ديال المليار ديال الدرهم حسب اللي جا في موقع الأيام 24 نتائج طلب العروض اللي تعلق بالجزء الخامس من الأشغال الهندسية المدنية ديال هذا المشروع الضخم للخط فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش. كشفت على أن العروض ديال مجموعة كولاس الفرنسية كان الأقل ب 2.21 مليار درهم مقابل 2.25 مليار درهم ديال شركة الهندسية الصينية للهندسة الخارجية و 2.6 ديال المليار ديال الدرهم للتحالف CNCE وكابيب وسيبروب و 2.37 مليار ديال الدرهم لشركة شينا جيزهوبا. المشروع فيه مجموعة ديال المكونات: الخط فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، ربط هذا الخط بالخطوط الحالية وتطوير المحطات وإنشاءات نهائية بما فيها قواعد الصيانة وورشة صيانة القطارات. وكاين أيضا أن شركة TGCC حصلت على واحد الجزء ديال الأشغال بقيمة 2.83 مليار درهم بالإضافة لثلاث شركات صينية وشركة الهندسة والبناء الصينية CRCC 20 بقيمة 2.83 مليار درهم وشركة السكك الحديدية الصينية رقم 4 للهندسة اللي عندها عقد بقيمة ديال 3.4 ديال المليار ديال الدرهم وشركة شاندونغ للهندسة والإنشاءات العالية السرعة اللي خدات عقد ب 4.5 مليار ديال الدرهم. بالنسبة اللي ما عرفش هاد الشركات، شركة GTR هي فرع تابع لمجموعة كولاس وهي شركة فرنسية كبيرة معروفة في مجال البناء والهندسة المدنية كتركز على بناء الطرق والجسور والسكك الحديدية. مجموعة كولاس أو جروب كولاس هي شركة عالمية متخصصة في البناء والهندسة المدنية مشهورة في بناء الطرق والمنشآت الضخمة عبر العالم. وشركة الهندسة الصينية الخارجية هي شركة صينية كبيرة كتركز على مشاريع البنية التحتية خارج الصين بحال بناء الطرق والسكك الحديدية والسدود. بالنسبة للتحالف ديال SNCE وكابيب وسيبروب، هاد التحالف ديال 3 شركات مغربية كلها متخصصة في البناء والهندسة. CNCE وكابيب عندهم خبرة كبيرة في مجال البنية التحتية بينما سيبروب مشهورة في الأشغال الكبرى. شركة شيناغيزهوبا هي شركة صينية متخصصة في البنية التحتية والمشاريع الهندسية الضخمة بحال السدود ومحطات الطاقة. وشركة ديال TGCC هي شركة مغربية متخصصة في الأشغال الكبرى والبناء عندها مشاريع مهمة في المغرب وخارج المغرب. وبالنسبة لشركة الهندسة والبناء الصينية رقم 20 CRCC 20 وهي واحدة من الشركات التابعة لمجموعة CRCC اللي كتركز على مشاريع البنية التحتية الكبيرة. وبالنسبة لشركة السكك الحديدية الصينية رقم 4 للهندسة هي فرع من شركة السكك الحديدية الصينية متخصصة في الهندسة والبناء المتعلق بالسكك الحديدية. وشركة شاندونغ للهندسة والإنشاءات العالية السرعة هي شركة صينية كتركز على بناء مشاريع الطرق والسكك الحديدية العالية السرعة. من الناحية الاقتصادية ديال هاد المشاريع، يسند الجزء الخامس من مشروع الخط فائق السرعة LGV بين القنيطرة ومراكش لشركة GTR التابعة لمجموعة كولاس الفرنسية بقيمة 2.2 ديال المليار ديال الدرهم كيمثل واحد الخطوة استراتيجية قوية كتعكس الدينامية الجديدة في تطوير البنية التحتية بالمغرب وتعزيز الربط الجهوي وتحفيز التنمية الاقتصادية. ومشروع الخط فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش
كيهدف إلى تسريع الربط بين المدن الكبرى، مما سيقلص بشكل كبير وقت السفر بين هذه المناطق. هذه القفزة النوعية في النقل كتعزز جاذبية المدن المعنية بالاستثمار، كما ترفع من تنافسيتها على الصعيدين الوطني والدولي. والربط السريع بين الشمال والجنوب عبر محور اقتصادي مهم كي القنيطرة ومراكش سيساهم في خلق فرص عمل جديدة وتنمية القطاع السياحي الذي سيشكل ركنا أساسيا في الاقتصاد المغربي. وبالنسبة لاستقطاب الشركات العالمية والمنافسة الشرسة، هو جذب المغرب شركات عالمية كبرى للمنافسة على مشاريع البنية التحتية كيأكد الثقة ديال المستثمرين الأجانب في استقراره الاقتصادي والبيئة ديالو الاستثمارية. إسناد المشروع لشركة كولاس الفرنسية المعروفة بالخبرة الطويلة ديالها في البنية التحتية كيضمن جودة عالية للأشغال، كما أن العرض ديالها أقل من الشركات المنافسة بحال الشينا أوفرسيس والصينيين الآخرين، كيعكس المنافسة الشرسة اللي كتشجع المغرب على تحقيق مشاريع عالية الجودة بتكاليف تنافسية. وكذلك هي تأثير العروض المنخفضة على التكلفة العامة، فالاختيار بناء على أقل عرض يقدم توفير مهم في الميزانية العامة للمشروع. فعرض كولاس البالغ 2.21 مليار درهم مقارنة مع عروض ديال المنافسين ديال الشينا أوفرسيس اللي هي 2.25 مليار ديال الدرهم. وكذلك 2.6 مليار لتحالف ديال سيبروب والسي ان سي او والكابيب. كيظهر ان المغرب كيسعى باش يحصل على افضل توازن بين الجوده والتكلفه. هذه الاستراتيجيه كتقلل من الاعباء الماليه على خزينه الدوله، وكذلك تتيح توجيه الموارد نحو مشاريع أخرى. فتأثير الاستثمار الأجنبي المباشر هو اختيار شركات عالمية بما في ذلك الصينية مثل CRCC وكذلك الشينا، إلى جانب الشركات المحلية مثل TGCC، كيعزز من موقع المغرب كمركز لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر FDI. دخول هذه الشركات إلى السوق المغربية كيساهم في نقل التكنولوجيا وتطوير الكفاءات المحلية، مما كيعزز من القدرة التنافسية للبلاد، وكتزيد من فرص نقل المعرفة إلى شركات المغربية المشاركة في التحالفات. بالنسبة للبنية التحتية كركيزة للتنمية المستقبلية، مشاريع البنية التحتية الضخمة بحال خط فائق السرعة هي ركيزة أساسية لدعم النمو الاقتصادي في المستقبل. هذا النوع من المشاريع كيساهم في تقوية الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وكيحفز نشاطات ديال قطاعات أخرى كيف السياحة والعقار والخدمات اللوجستية. بالإضافة إلى ذلك تحسين النقل كيرفع من إنتاجية الاقتصاد عن طريق تسهيل التنقل بين الأفراد والبضائع. فالخط فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش هو ماشي مجرد مشروع نقل، بل هو استثمار استراتيجي غادي يؤدي إلى تحولات اقتصادية واجتماعية كبرى. إسناد المشاريع لشركات عالمية ككولاس والشركات الصينية كيعزز الثقة في الاقتصاد المغربي، وكيبرز أن المغرب كيتعتبر لاعب إقليمي مهم في مجال البنية التحتية. هذا المشروع كيوضع المملكة في موقع أفضل للاستفادة من تدفقات الاستثمارات الأجنبية في المستقبل، وكيخلق منظومة متكاملة من النمو الاقتصادي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.